أنا موناليزا. رسمني الفنان الإيطالي الشهير ليوناردو دافنشي في بداية القرن السادس عشر. اسمي الكامل ليزا جوكوندو. ولدت في عام 1479 في فلورنسا بإيطاليا، وكنت من عائلة نبيلة، ووالدي كان من عشاق الفن. عندما بلغت 15 من عمري، تزوجت من تاجر الحرير الثري فرانشيسكو ديل جوكوندو. أنجبنا 5 أطفال معا. في عام 1503 طلب زوجي من الرسام ليوناردو دافنشي رسم لوحة لي كهدية. كان دافنشي يقضي ساعات طويلة يراقبني بعناية أثناء الرسم ويركز على كل تفصيل. بعد الانتهاء من اللوحة احتفظ بها له. بعد رحيل ليوناردو بقيت اللوحة في ورشته لبعض الوقت، ثم أخذها الملك فرانسيس الأول إلى قصره. بعد ذلك تنقلت اللوحة بين قصور الملوك والنبلاء الفرنسيين، وأخيرا وصلت إلى متحف اللوفر في باريس. في عام 1911 تمت سرقة اللوحة من المتحف من قبل شخص يدعى فيتوريو بيرجيو الذي كان يعمل في المتحف. تم اكتشاف السرقة في اليوم التالي، وأثارت صدمة واسعة في العالم. استمرت جهود البحث لأكثر من عامين حتى تم العثور على اللوحة في عام 1913. بعد استعادة اللوحة، عادت إلى مكانها في متحف اللوفر وأصبحت أكثر شهرة وتقديرا. اليوم تعتبر موناليزا أشهر لوحة في العالم، وقد تم تقدير ثمنها بحوالي 100 مليون دولار. إذا أعجبكم الفيديو يرجى المتابعة ليصلكم كل جديد.